المجلس التاسع. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، نحمده ونشكره ونسأله حسن الرجعى إليه وطيب المآب، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، ويوم عرفة له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومنها أنه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه فقال تعالى: وشاهد ومشهود، والمشهود يوم الجمعة، وقيل العكس. ومن فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أيها الإخوة المؤمنون، من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومنها صيام يوم عرفة. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وهذا الصيام لغير الحاج، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. كثرة الدعاء بالعتق والمغفرة. وفيه حديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. الصدقة والإنفاق في سبيل الله. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. رواه البيهقي في شعب الإيمان. عتق الرقاب. فإن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقد كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة، فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا. وينبغي للمسلم إن كان يطمع في عتق رقبته من النار أن يكف جوارحه عن المحرمات، ويبتعد عن الذنوب التي تمنع العتق كالإصرار على الكبائر والرياء والاختيال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.